أنا جدي اسمه أبو الخير. أيوه زي ما سمعت، أبو الخير. وهو فعلا كان شخص محترم وصاحب خير، والاسم ده مجاش كده وخلاص. بس أنا اكتشفت مع الوقت إن جدي عنده مشكلة واحدة بس، إنه بيحب يحكي الحكايات في أسوأ وقت ممكن. يعني مثلا لو قاعد مع العصر والشمس في عزها والناس رايحة جاية، ممكن يقولك: فاكر فلان اللي غرق من 30 سنة؟ فأنت هتقوله أيوه، هتلاقيه يرد عليك ويقولك: اللي غرق ده ما كانش لوحده بقى. وتلاقيه بعديها سكت، فتقول له: يعني ايه؟ يقول: ولا حاجة، ويمشي، ويسيبك بقى انت طول الليل كده تفكر. وده بالظبط اللي حصل معايا في الليلة اللي بدأت فيها حكاية جدي كلها. كنت قاعد معاه في البلكونة وانا عامل له كوباية الشاي، وحطيت الكوباية كده قدامه وقلت: اتفضل يا حاج. فبص للكوباية كده وبعد كده بص لي وقال: انت اللي عمل الشاي ده؟ ايوه يا جدي. لوحدك يعني؟ ايوه. من غير ما اي حد ما يساعدك؟ ايوه يا جدي. غريبة والله. ليه يعني؟ قال: هو بياخد اول شفطة من الشاي علشان طعمه كويس. فانا بصيت له كده باستغراب: طب ما تقول حلو. ما هو كويس. يعني حلو ولا وحش برضه؟ مش فاهم. كويس كويس. يا جدي كلمة كويس دي بتقولها على الشاي ولا على واحد لسه خارج من عملية؟ فلقيته ضحك وقال: ما تستعجلش يا سيف. انا مش مستعجل والله. لا انت مستعجل جدا على فكرة. على ايه يعني يا جدي؟ على الحكاية. فابتسمت وقلت: طبعا. حكاية ايه بقى؟ فرديت انا على طول وقلت له: ندها يا جدي. فلقيته سكت لحظة كده، وبعد كده حط الكوباية على الترابيزة وقال: انت اللي طلبتها؟ ايوه طبعا يا جدي، ما انت اللي حمستني عليها امبارح. يبقى بقى ما تجيش بعد كده وتقول لي انا خفت. انا خاف؟ ايوه يا ابني، هو في حد كبير على الخوف ولا ايه؟ يا جد ده انا عندي 24 سنة. وانا عندي 93 سنة. ايه يعني؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو خفت هتليك بتستخبى ورايا. طب يلا بقى، مش هتحكي ولا ايه؟ فلقيته بص للشارع كده وقال: قبل ما ابدأ، في حاجة لازم تفهمها. ايه هي يا جدي؟ النداهة دي مش الحكاية اللي الناس بتحكيها لك في القهاوي. امال ايه؟ فلقيته قال لي: زمان الناس كانت بتخاف من المية دي اكتر مما انت متخيل. وسكت شوية وبعد كده قال: الحكاية بدأت في قرية صغيرة في الصعيد، ومش هقولك اسمها لأن الاسم مش مهم، ولأن في ناس من أهل البلد دي لحد النهاردة لسه عايشين. لكن أقدر أقولك إن القرية دي كانت محاطة بالمية من جميع النواحي. كانت ترعة كبيرة ماشية جنب البيوت، وبعدها بمسافة مجرى أوسع بيمشي ناحية النيل. البيوت كانت مبنية بالطوب الطين، والحيطان لونها بين الأصفر والترابي. وفي الصيف الشمس كانت تضرب فيها من الصبح لحد العصر، لدرجة إنك لو حطيت إيدك على الحيطة هتحسها سخنة زي الفرن. أما بقى بالليل فكان الوضع مختلف. الترعة كانت بتبقى حاجة تانية خالص. المية السودة وهي بتتحرك تحت ضوء القمر، والحشاش على الجناب، وصوت الضفادع وصوت الحشرات بتاعت الليل. والأخطر إنك ساعات تسمع صوت حد بيتكلم من الناحية التانية، مش واضح، مجرد صوت بعيد. عشان كده أهل البلد كانوا دايما يقولوا للصغيرين: بعد المغرب محدش يقرب من الترعة. والكلام ده ما كانش بيتقال خوفا من الندهة بس، ده كان فيه سبب منطقي جدا. لأن الترعة دي كانت عميقة جدا، والطين تحتها بيشد الرجل، واللي كان بيقع فيها بالليل يمكن ما يعرفش يطلع. لكن الناس زمان كان عندهم تفسير تاني. كانوا بيقولوا إن المية ليها ناسها. يمكن الجملة دي كانت أهم من كل الخرافات اللي اتقالت بعدها. أول حادثة مشهورة حصلت في البلد كانت لشاب اسمه حسن. حسن كان حوالي 27 سنة، شغال في الأرض مع أبوه. راجل هادي، لا بيشرب ولا بيحب المشاكل، ومتجوز بقاله سنتين وعنده بنت صغيرة. وفي ليلة في الصيف حسن راجع من الغيط متأخر. مراته كانت مستنياه، فقالت له:
انت اتأخرت ليه؟ فرد عليها حسن وقال: المية عطلتني والله. ازاي يعني؟ الطرمبة وقفت. وقعد ياكل، وبعد ما خلص اكل قام نام، لكن الفجر أذن وقام من مكانه. فمراته سألته: انت رايح فين دلوقتي؟ فرد عليها وقال: انا سمعت امي بتناديني. مراته استغربت: امك؟ ايوه، بس امك عند اخوك، ما يمكن رجعت دلوقتي، يعني هترجع؟ ايوه عادي. وخرج من البيت. مراته ما قامتش وراه، لان هي كانت فاكرة ان هو رايح يشوف امه. لكن بعد 10 دقايق سمعت صوت صرخة، وقامت وفتحت الباب، لكن ما شافتش حد. فندهت عليه: يا حسن، حسن. لكن ما فيش حد بيرد. فخرجت بره وراه، وهي ماشية وكانت خلاص دخلت على الترعة، لقيت فردة من الشبشب بتاع حسن عند الترعة، وبصت بعيد كده لقيت التانية. والصبح البلد كلها عرفت. الرجالة كلها بتاعت القرية خرجت تدور، والحريم كلهم كانوا واقفين على ابواب، والعيال عمالة تجري ورا الناس. ابوه كان ماشي على الترعة وبيصرخ: يا حسن، حسن، يا حسن يا ابني، يا ابني رد عليا والنبي. وجابوا شبكة صيد ونزلوا بيها، فتشوا بيها في الأماكن العميقة، ولكن ولا أي حاجة. فضلوا على كده لحد الظهر، بس هم لقوا جلابيته متعلقة في فرع شجرة نازل ناحية المية. والغريب إن الجلابية كانت سليمة، مفيهاش قطع ومفيهاش طين كتير، وكأن حسن خلعها بنفسه. فأبوه قال: أنا ابني ما خلعش هدومه. فواحد تاني رد وقال: ما يمكن اتزحلق يا جماعة. فرد واحد تاني وقال: لو اتزحلق كانت هدوم اتبهدلت. وبعدها محدش رد. وفي آخر النهار بقى كانت المفاجأة بتاعتهم، لأن هما لقوا جسمه بعيد عن المكان اللي اختفى فيه حوالي نص كيلو كده. جسمه كان متعلق بين الحشايش. ولما طلعوا حسن من المية، أمه كانت بتصرخ، ومراته وقعت على الأرض وأغمى عليها، وأبوه فضل واقف ساكت. الدكتور اللي كان موجود قال إن الوفاة بسبب الغرق، لكن واحد من كبارات البلد قال: استنوا. والراجل ده كان اسمه عم جابر. قرب من الجثة كده وقلبها وبص لظهر حسن، وبعدين رجع خطوة لورا وقال: غطوه. فالناس كلها سألته: ليه نغطيه يعني؟ فقال: غطوه بس. وكان على ظهر حسن علامة واضحة كبيرة، كان كف ايد، ما كانش جرح ومش كدمة عشوائية، أصابع واضحة وراحة ايد، كأن حد حط كف على ظهره وضغط جامد. فالناس اتجمعت. واحد قال: دي أكيد النداه. فعم جابر بصله وقال: اسكت. لكن الكلمة كانت خرجت، ومن اللحظة دي البلد كلها بدأت تتكلم. في الليلة نفسها بدأت الحكايات. واحدة قالت إنها شافت ست واقفة عند الترعة قبل الفجر. واحد تاني قال إنه سمع صوت بنت بتضحك هناك. وراجل كبير قال: أنا سمعت أمي بتناديني من المية. واحد تاني قال: على فكرة يا جماعة، دي مش أول مرة. لكن محدش كان عارف الحقيقة. ومع كل رواية كانت بتتروي، شكل النداهة كان بيتغير. واحد يقول ست لابسة أبيض، واحدة تقول شعرها طويل، وراجل تاني يقول شعرها أسود، واحد يقسم إنها كانت لابسة أخضر. الناس يا سيف لما بتخاف عيونها بتشوف اللي عقلها مستنياه. وبعد أسبوعين اختفى شاب تاني، وكان اسمه محمود، وكان عمره حوالي 30 سنة. المرة دي ما خرجش بالليل، ده اختفى بعد المغرب. مراته قالت إن هو خرج يجيب علف. آخر واحد شافه كان واحد رجع من الغيط.
قال إن هو شاف محمود واقف عند الترعة بيتكلم مع حد. فالناس كلها سألته مين اللي كان بيتكلم معاه، فقال كانت واحدة ست. فهم سألوه طب كان شكلها عامل ازاي، فرد عليهم قال لهم معرفش. فالناس سألته تاني وقالت له طب هي كانت من البلد، فرد عليهم برضه معرفش. فقالوا له كانت بتعمل ايه طيب، فرد عليهم وقال لهم واقفة قدامه. وبعد كده سكت. فسألوه طب ومحمود كان بيعمل ايه، فقال كان ماشي وراها. فدوروا عليه طول الليل وما لقوش اي حاجة، والصبح لقوا المية جابته بعيد، ولما طلعوه كان على ظهره نفس العلامة، كف خماسي. المرة دي كان أوضح، أصابعه طويلة وإبهامه ظاهر. فالدكتور بصله وقال ممكن دي تكون علامة ضغط من جسم صلب. فواحد من الناس اللي كانوا واقفين قال جسم صلب ايه اللي على شكل ايد ده. فساعتها الدكتور سكت، وبعدها قال مش معنى انكم مش فاهمينها فتطلع جن يعني. لكن محدش اقتنع. وبعد الحادثة دي حصل شيء أغرب. ولد صغير اسمه رمضان كان بيشتغل مع أبوه جنب الترعة، وسمع صوت ست بتنادي يا رمضان. فرمضان وقف. أبوه كان بعيد عنه، والولد بدأ يمشي. واحد من الرجالة شافته فجري وراه، لقاه دخل المية لحد ركبته. فالراجل مسكه من ايده بسرعة، لكن الولد كان بيقاوم وبيحاول يكمل ماشي. فقام الراجل ضربه على وشه بالقلم عشان يفوق، لكن الولد ما استجابش. فراح الراجل فضل يندع على ابوه. فابوه جه والناس كمان اتلمت، وراحوا مسكوه وطلعوه بره. وكان الواد الصغير ده بيقول سيبوني. فالناس تسأله تقول له انت كنت رايح لمين، فالواد يرد عليهم يقول لهم رايح لأمي. فأمه كانت واقفة قدامه وكانت منهارة من العياط، وكانت تقول له أنا هنا يا ابني. لكن الولد كان بيبص وراها ويقول لأ هي هناك اهي، وكان بيشاور على الترعة. كان في اعتقاد قديم عند بعض أهل البلد لو الشخص اتندى عليه ووصل للمية ولسه حي لازم يعملوا حاجة عشان يفصلوا عن النداهة. ساعتها جابوا سيخ حديد كبير وسخنوه على النار، والراجل الكبير قال لازم يحس بحرارة الحديد. فواحد من الشباب قال هنعمل ايه يعني، فرد عليهم الراجل الكبير ده وقال هنحط السيخ ده في ودنه. فاعترض واحد وقال بس ده ممكن يأذيه يعني. فالراجل الكبير ده رد عليهم وقال ما هو لو فضل كده هيموت برضه. وفي النهاية ما حطوش السيخ جوه ودانه، لكن قربوه كده من ودانه لدرجة ان هو حس بحرارته، وضربوا على الارض حواليه بالحديد. الواد كان هاري نفسه من الصراخ، وبعدها سكت وبص لأمه وقال انت هنا. فأمه حضنته، لكن قبل ما يمشي بص للترعة وقال هي زعلانة. وانا وقتها يا سيف كنت لسه شاب وما كنتش موجود يعني في الواقعة اللي حصلت دي، لكن سمعتها من الناس، وكانت دي أول مرة أسمع فيها عن عادة السيخ. الناس كانت بتخاف من نداها يا سيف لدرجة إن هم كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة. لكن اللي حصل بعد كده كان أصعب، لأن الناس بدأت تلاحظ حاجة غريبة. كل شخص كان بيختفي بيكون في حد شافه قبلها، وكل واحد من اللي شافوه كان بيقول نفس الكلام تقريبا، ست واقفة جنب المية. ماشي يا جد معلش، بس انت دلوقتي بتقول ان انت سمعت الكلام ده، ما ممكن اصلا يكون الكلام ده كذب، ما انا برضو سمعت حكايات تانية. ما انا هكمل لك. لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. اصبر اصبر يا جحش. حاضر يا جد انا اسف، كمل. بعد كام سنة بقى انا كبرت، وبقى عندي واحد صاحبي اسمه حمدي، وحمدي ده كان قريب مني جدا وكنا بنشتغل سوا. وفي يوم رجعنا من السوق متأخر، فحمدي قال ما تيجي يا ابو الخير نمشي ناحية الترعة كده ونشم شوية هوا. فانا قلت له لا، احنا نمشي من الشارع يا عم زي ما بنمشي كل مرة. فحمدي ضحك وقال
وانت خايف من نداها ولا ايه؟ فرديت عليه وقلت له خايف من الطين. فحمدي ضحك تاني. يا عم النداها دي حكايات نسوان يعني وقعد مصاطب. فرديت عليه وقلت له ماشي. ومشينا فعلا، والليل كان هادي والقمر كان ناقص والمية كانت ساكنة. وفجأة حمدي وقف، فقلت له مالك؟ فحمدي كان بيبص ناحية المية وقال انت سامع؟ فسكت شوية كده عشان اسمع. في الاول ما سمعتش اي حاجة، وبعد كده سمعت صوت ست. الصوت كان بعيد جدا. ساعتها انا قلت له ما تردش يا حمدي. فحمدي بصلي وقال لي انت سمعتها؟ ايوه سمعتها. والصوت رجع تاني، حمدي يا حمدي. لكن المرة دي كان الصوت اقرب. وساعتها انا بصيت ناحية الصوت، وكان في ست واقفة عند طرف الترعة، مش قريبة، يمكن حوالي 50 متر تقريبا. كانت لابسة جلابية غامقة، وشعرها كان نازل على كتفها، وكان شكلها مبلول، وكانت واقفة ظهرها لينا. فحمدي قال دي مين الست دي؟ فرديت انا عليه وقلت له معرفش والله يا اخويا. وساعتها الست اتحركت. فحمدي وقتها قال مش يمكن واحدة من البلد؟ فانا رحت مسكته من ايده وقلت له استنى. والست وقفت مكانها، وبعد شوية لفت نص لفة. وشها ما كانش واضح بالنسبة لي، لكن كان في حاجة واحدة بس لاحظتها، إنها كانت طويلة طويلة بشكل غريب. وكان في جنبها معزة كان لونها اسود وشكلها أغرب منها. فحمدي وقتها قال ما يمكن يا أبو الخير الست دي تايهة ولا حاجة ومن بعيد. والست ساعتها بدأت تمشي ناحية المية. فحمدي بصلها وبدأ يتحرك وراها. فرحت مسكته من ايده وقلت له حمدي. فراح حمدي قال هي عايزة حاجة على فكرة. طب وانت عرفت منين يعني؟ ما بتنادينا ايه؟ ما تروحش يا عم. فحمدي قال سيب بس ايدي، هي انا هروح اشوف عايز ايه واجي على طول. فساعتها انا شدته من ايده. فراح حمدي ضرب ايده وقال يا عم سيبني. وبعد كده حصل شيء غريب. حمدي سكت، بص للست، وبعد كده قال دي امي. وانا ساعتها اتجمدت مكاني. ام حمدي كانت ميتة اصلا من سنين. فانا رديت عليه وقلت له دي مش امك يا حمدي. فراح حمدي رد عليا وقال لا هي انا عارف صوتها. والست كانت بدأت تدخل المية. فحمدي جري ونزل وراها. ساعتها انا اخدت بعض ونزلت وراه، والمية وصلت لحد ركبتي. مسكت حمدي من وسطه، وكان حمدي عمال بيقاوم بقوة وعمال يقول سيبني، الست هتغرق، هي مستنياني. يا ابني اقف، هي مين دي؟ فحمدي بصلي وبعد كده بص قدامه، وبعد كده فجأة لقيته صرخ وقال مش هي لا مش هي. انا اسف، عمري ما نسيت صرخة حمدي، كأني لسه سامعها امبارح. مش صرخة خوف، دي كانت صرخة واحد كأنه شاف الجحيم في وشه. حمدي حاول يرجع، لكن رجليه كانت غرزت في الطين، وانا حاولت اشده، والمية كانت عمالة بتعلى. ما كنتش عارف انا بغرق ولا بنزل ولا بطلع ولا ايه اللي بيحصل. وفي اللحظة دي الست اختفت، مش اختفاء سحري، انا لمحتها بتتحرك ناحية الحشيش. ففضلت ماشي بعيني عليها لحد ما ملقتهاش، اختفت وسطهم. فبصيت لحمدي كده وسحبته بكل قوتي، والحمد لله قدرت اطلعه. وحمدي وقتها كان عمال بينهج، وانا ساعتها قلت له هو انت شفت ايه يا ابني؟ حمدي فضل ثواني كده ما بينطقش، وبعد كده قال شفت ظهرها. وبعدين
كان. وبعدها سكت. فانا قلت له كان ايه يا ابني؟ فقال ما كانش فيه ظهر. فانا ساعتها ما فهمتش. فحمدي قال شعر ايه يا ابني؟ شعرها كان واصل لحد ظهرها. فخدته وروحنا. وتاني يوم الصبح حمدي كان تعبان جدا، ولما انا سألته تاني انت شفت ايه، لقيته قال لي انا ما شفتش حاجة. ما انت كنت معايا امبارح. ماشي بس ما حصلش حاجة يا ابني، ما انت نزلت المية قدامي. ماشي ما انا وقعت عادي في المية. طب والست؟ مفيش ست. ساعتها انا سكت، لكن ساعتها افتكرت الحكايات القديمة اللي انا قلتها لك في الاول. فساعتها عريت ظهره وشفت، واللي حسبته لقيته كان في اثر كف، ما كانش واضح، كان مجرد احمرار كده. ساعتها قلت له ظهرك يا حمدي. فحمدي قال لي ايه ماله؟ في علامة. حمدي ساعتها حاول يبص لكن ما قدرش، وقال سيبها. ومن ساعتها ما اتكلمناش عن الموضوع تاني. وبعد الواقعة اللي حصلت دي البلد كلها هديت. الغرق قل لكن ما اختفاش، وفي كل مرة كان يلاقوا نفس العلامة، كف على ظهر الجثة، لكن مش على كل الجثث، لكن بيبقى على أغلبيتها يعني. والأغرب إن العلامة دي كانت أحيانا تظهر على الظهر من غير أي إصابات تانية. الناس قالت إن نداها، والدكاترة قالوا ممكن يكون ضغط أو أثر احتكاك، والحقيقة محدش عرف. وبعد سنين عرفت معلومة غريبة. واحد من كبار البلد قال انت عارف ان في ناس بتستخدم حكاية النداهة دي اصلا؟ فانا قلت له ازاي؟ فرد عليا وقال علشان يخوفوا الناس. بيعملوا ايه يعني؟ بيلبسوا هدوم ستات ويروحوا عند الترع ويخلوا الناس تفتكر ان في حاجة. فقلت له هم ليه اصلا بيعملوا كده؟ فالراجل رد عليا وقال علشان يخلوا الناس تبعد عن مكان معين. مكان ايه؟ مخازن او اراضي او حاجة يعني محدش عايز يقرب منها. ممكن يكونوا عاوزين يعملوا سبوبة ولا حاجة هناك. وساعتها بقى انا بدأت اشك، هل كل اللي حصل ده كان خرافة؟ وهل في حد بيستغل خوف الناس فعلا؟ لكن كان فاضل سؤال واحد كان بيدور في دماغي، مين كان بيحط علامة الكف على ظهر الجثث؟ وايه اللي انا شفته مع حمدي ده؟ وبعد حوالي 10 سنين لقينا جثة غريبة مش من البلد، لقوه في الترعة كالعادة، ولما طلعوه كان على ظهره أثر كف برضه، لكن المرة دي كان في شيء مختلف. كان الكف ده متغطي بطبقة طين، وكأن شخص حط ايده المبلولة على ظهره، يعني كأن حد هو اللي حط ايده وضربه. وساعتها لما سمعت الخبر ده رحت عشان أشوف. وقفت بعيد كده وبدأت أبص، ولأول مرة افتكر حمدي، وافتكر الليلة بتاعت أنا وحمدي، وافتكر الست، وافتكر كلامها. أنا بصراحة يا سيف مش عارف النداهة دي كانت ايه، ولا عارف إذا كانت جنية فعلا ولا لأ، ولا عارف إن كان في ناس فعلا بتخوف الناس بالحوار ده ولا لأ. لكن اللي أنا متأكد منه إن في الليلة بتاعت أنا وحمدي في حاجة حصلت. لكن الأغرب بقى والألعن كانت دايما في حاجة مرتبطة بحكاية النداهة دي، لكنها ما كانتش بتحصل عند الترعة يعني، كانت بتحصل في مكان أبعد، في طريق صحراوي قديم، وكان الناس لما بيمشوا فيه بالليل يشوفوا نور بعيد. النور ده كان بيمشي معاهم ويقعد يقرب ويبعد ويختفي، وكانوا بيسموه أبو فانوس. حمدي نفسه بعد وقعة النداهة دي حكاله إن هو شاف النور ده، لكن دي كانت حكاية تانية خالص. وحمدي قال إن اللي شفته أنا وهو عند الترعة مش أكتر حاجة خوفته. فأنا ساعتها سألته أمال إيه اللي خوفك يا حمدي؟ فحمدي رد عليا وقال أبو فانوس يا أبو الخير. ورجع جدي سكت تاني. أنا لما هو سكت ساعتها فقت، لأن أنا كنت مندمج أصلا في الحكاية من أولها لآخرها. فبصيت له وقلت له يعني إيه يا جدي؟ يا جدي. فرح رد عليا وقال لي نعم، أنت عايز تقنعني دلوقتي إن النداهة دي كانت جنية؟ فلقيته ضحك وقال
انا حكيت لك اللي سمعته وشفته. طب وحمدي؟ عاش بعدها سنين. طب ومات ازاي؟ مات طبيعي يعني يا ابني. طب هو مقالكش اي حاجة تانية يعني عن النداهة؟ فجدي هز راسه وقال لي حاجة واحدة بس. ايه هي؟ قال يا ابو الخير، لو سمعت حد بيناديك من المية ما تدورش على مين بينادي، دور على نفسك والحقها. وساعتها جدي سكت تاني، وبعد كده اخد شفطة من الشاي وقال وبس كده. فانا قلت له بس ايه؟ خلصت. طب ابو فانوس يا جدي؟ فلقيته ضحك كده وقال دي الحكاية الجاية بقى لذيذ. ايه لذيذ؟ يعني هتسيبني كده يا جدي؟ امال انا عايزني احكي لك 2 كده في ليلة واحدة؟ هي حلاوة ولا ايه؟ يا جدي يا ريت يعني. لا يا اخويا. ليه بس يا جدي؟ علشان انا عايز انام يا خفيف. ايه هتفضل قاعد معايا كمان؟ فضحكت انا وقلت له يا جدي انت اللي بدأت على فكرة. طيب يا اخويا مش انا اللي بدأت، انا اللي هخلصها بقى. ولقيته قام من مكانه، وانا قعدت مكاني افكر في الحكاية. هل النداهة كانت فعلا جنية، ولا كانت حاجة تانية، ولا كانت خرافة قديمة الناس استخدموها عشان يفسروا حوادث الغرق دي، ولا كان في حد بقى بيستغل خوف الناس؟ وبصراحة معرفتش، لكن حاجة واحدة فضلت في دماغي، لأن حتى لو كل الحكايات دي خرافة، الجثث كانت حقيقية، والغرق كمان كان حقيقي، والناس اللي فقدت أولادها وأزواجها كانوا حقيقيين. أما النداهة بقى فدي حاجة تفضل بين الحكاية والحقيقة. وهسيب لكم انتوا الرأي، وهشوف بقى رأيكم انتوا في الكومنتات، هل دي حكاية ولا حقيقة؟ وبالنسبة بقى لأبو فانوس، دي كانت حكاية تانية خالص، وجدي كان لسه مخبي تفاصيلها. وبكده يا صديقي نكون خلصنا حكاية النهاردة. على فكرة أنا دي تاني مرة سجل في القصة، والله العظيم هذا حصل. فياريت يا جماعة تقدروا تعبي ده وتنزلوا تعملوا لايك دلوقتي حالا. ولو انت جديد وعجبتك القصة ووصلت لحد الدقيقة دي، فأكيد القصة دي عجبتك، فانزل يا عزيزي اشترك في القناة واعمل لايك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وطبعا ما تنسناش بقى بكومنت جميل كده زيكم. وطبعا ما ننساش كالعادة نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى على النبي عليه الصلاة وأفضل سلام. وأحب أقول لكم الله يبارك لكم. سلام.